تي بي اتش. ايوه جبت لكم عينه تي بي اتش مش فيلم تي بي اتش. نعمل تيست كده. هو طبعا دي تي بي اتش دي تي بي يو، مش هنعرف نميز غير لما نولع. ليه بقى؟ تي بي اتش زي دي كده هتلاقيها ايه، طلعت هباب. شايف الهباب؟ اوه طبعا اتفحمت. شايف الفحمه؟ دي تي بي اتش. شوف بقى التي بي يو، ربنا يستر معاه. طلعش هباب هو كمان تبقى مصيبه. ولا اي هباب. في هباب عندك؟ طبعا نقلبها كده مفيش اي حاجه. دي اول فرق واخر فرق. ازاي بقى؟ الفيلمين هيتحطوا على العربيه بتلمع قوي، تلاقي حلو قوي، بس ادالها 6 شهور سوء استخدام. طبعا الاثنين هيتدمروا، بس التي بي اتش هيتدمر بعد 6 شهور. التي بي يو المحترم 5 سنين. التي بي يو اي كلام سنه سنتين. هو ده الفرق. غير كده انت هتاخد عربيه تحفه، مش هتعرف تميز اي حاجه. هنا بقى نصيحتي ليك، اقف جنب عربيتك كل قطعه بتتقطع كده وجاي واخد حته من اللي وقعت دي وولع. في عميل عمل معانا كده على فكره. وانا كنت مبسوط لان انا مش هخاف طالما انا شغال مظبوط. شغال مظبوط ما عندكش اي مشكله. عامل زي المطاعم كده الكبيره بتبقى عامله المطبخ مفتوح، انت قاعد بتاكل وشايف الاكل وهو بيطبخ جوه اصلا. فطبعا لو في مصيبه جوه هتشوفها، وهو لو عنده مصايب او انسان مهمل او مش هيسيب لك المكان مكشوف كده. نفس الفكره عند مقدمين الخدمه. مقدمين الخدمه بقوا كتير جدا، اكتر من الناس اللي عايزه تحمي عربياتها. ليه؟ لان الموضوع بقى مصلحه وسبوبه. ما عادش خدمه بجد بتتقدم ليها قيمه. ما عادش عميل بتقدره وبيقدرك، لا بقت سبوبه. انت جاي هتدفع قرشين يا باشا، هات يلا مع السلامه، يا هاتولي اللي بعده بسرعه، مفيش وقت. وبتتعمل بكل الاشكال والالوان. طبعا ما فيش اكتر من ان احنا نجيب بلوجرز نرش عليهم فلوس ويبيعوكوا لينا، نعمل شو حفلات وافراح وبتاع، وفي الاخر تلاقي متضررين باسمنا جروب على الفيسبوك. وعادي كده كده هنفضل شغالين، وكده كده هنفضل نأذي الناس، والناس مش فاهمه في هامش ربح. كده كده انا هاخده وهو هياخده، هيتاخد الهامش ده. حضرتك هتقلل فيه، انا غصب عني هنزل في الخامه. بس في فرق بقى، لو اتفقت معاك على حاجه وانت قللت وانا قلت لك مش هغير، كده انا ملزم ان انا ما اغيرش. هنا هتيجي في حته الامانه. اسال نفسك بقى الامانه ما بيننا بقت عامله ازاي. هيبقى بقى الموضوع شنيع. الامانه ما عادش حد فاهمها تقريبا، مع انها سهله. التزم باللي انت قلت، ما تضحكش على الناس. ما تقولش الواحد احط له نانو واضحك عليه وما احطلوش حاجه، او احط له نانو ملوش ذكر ولا اسم ولا ليه اي تفاصيل اصلا. ما اروحش اقول له انا بحط لك ادمز واجيب ادمز مضروب ازازه ثمنها 3000 جنيه اركبها لك على العربيه واقول لك مبروك يا باشا العربيه اتحمت، وتلاقي العربيه كشفت دهان بعديها ب6 شهور. حصل. انصحك يعني ما تاخدش بالشو، ما تاخدش بالدعايه. دايما بتدي افور واعلى حاجه وما بتقولش المساوئ او العيوب. كده كده اي حاجه في الدنيا ليها حسنات وليها سيئات. زي الجرافين. الجرافين حمايه قصوى من اشعه الشمس. العربيه محميه تماما من الشمس، لكن ملوش علاقه بالخرابيش. تيجي في الافلام حمايه قصوى من الخرابيش، بس ملوش علاقه بالشمس. طب في افلام هتستحمل الشمس، بتبقى معالجه خاصه. الافلام دي بتبقى غاليه شويه، كل حاجه ليها ثمن. لكن فكره ان كل الاوبشنز موجوده، راكب طياره بتمشي على الاسفلت وبتعوم في البحر، دي جديده بصراحه ما شفتهاش. ما ينفعش اجيب لك فيلم تي بي اتش واقول لك 10 سنين. هتقول لي في ناس بتعمل كده، للاسف في ناس بتعمل كده. يجيب لك فيلم تي بي اتش ما يقعدش على العربيه سنتين ويبيعه لك ان هو 10 سنين وانت فرحان. الكارثه ان انت فرحان. انت عارف ليه؟ لان لما هتحصل الكارثه، انا شفت ناس صعبت عليا، جاي واقف بالعربيه انا عايز اشيل الفيلم. طب روح للي عمله مش لاقيه. طيب هنشيله، طب ده هيكلف كذا، ده العربيه هتقعد لها بتاع اسبوع عندي. انا هقفل المكان بجد. الناس دي مش هتشوف قدامها، والنتيجه في الاخر ايه بقى؟ اي ضرر في العربيه انا مش مسؤول عنه. انا بحاول بقدر الامكان اطلعها له مظبوطه، بس هو والله صعبان عليا. انا عارف ان في كارثه هتحصل، وهو للاسف يعني كان جايب عربيته مش فاهم وفرحان وراح يعمل العربيه. هيعمل ايه؟ الموضوع الخدمه يا جماعه مش سبوبه، والله ما سبوبه. الخدمه دي انت بتتعرف على ناس محترمه جدا بتحب حاجتها وجات لك علشان مستأمناك على حاجتها. فما ينفعش انت تاخد الامانه دي وتلبسها له في وشه. ما ينفعش تاخد الامانه دي وتاذيه في حاجه هو بيحبها او حاجه غاليه على قلبه، او تاذيه في اي حاجه اصلا. عندي اعتقاد يعني ان اي ديل بيتعمل لازم الطرفين كسبانين. ما ينفعش انا بس اللي ابقى كسبان وانت كعميل تطلع خسران.